ازيكم يا حلوين؟ النهاردة هحكي لكم حدوتة يوسف والنجمة السحرية. كان يا مكان كان في ولد طيب قوي اسمه يوسف. كان ولد طيب قوي بس دايما مستعجل، عايز كل حاجة تحصل فورا من غير ما يستنى، وكان فاكر ان الاستعجال ده هيخلص كل حاجة أسرع. وفي يوم يوسف دخل المطبخ مع مامته. ممكن نعمل كيكة تاني مع بعض؟ ممكن طبعا، بس هنعمل المرة دي كل حاجة بالراحة واحنا مش مستعجلين، تمام؟ تمام. يوسف كان متحمس قوي وعمل التورته المرة دي بالراحة. يوسف ساعد مامته وعمل الكيكة معاها، وكان بيعمل كل حاجة بالراحة. مامته دخلتها الفرن، قعد يقول لمامته نطلعها دلوقتي؟ مامته قالت له لا، لسه شوية، لازم تاخد وقتها في الفرن علشان ما تبص زي المرة اللي فاتت، وأي حاجة علشان تكون حلوة لازم تاخد وقتها. وعملوا مع بعض أحلى تورته، ويوسف كان فرحان بيها قوي. ومامته قالت له شايف، دايما الحاجة الحلوة لازم تاخد وقتها. وتاني يوم يوسف راح الملاهي، وكان عايز يركب اللعبة اللي بيحبها قوي، والدور كان طويل والدنيا كانت زحمة جدا. يوسف كان بدأ يزهق من الملاهي، وهنا حصلت مفاجأة. النجمة السحرية ظهرت ليوسف. انتي مين؟ أنا النجمة السحرية، وجاية النهاردة علشان أعلمك الصبر. قالت له انت زهقت من الانتظار؟ زهقت قوي. قالت له بس انت عارف ان اللعبة تستاهل تستنى عشان تلعبها. صح، عندك حق. ولما جاء دوره اللعبة كانت احلى بكتير واستمتع بيها، وزرع كمان بذور صغيرة مع مامته، وكان بيبص عليها كل شوية ويقول لها ها كبرت؟ مامته قالت له اسقيها مية واستنى. والنجمة فكرته وقالت له كل حاجة بتاخد وقتها عشان تطلع وتبقى حلوة. وبعد كام يوم ظهر ورق أخضر صغير، يوسف فرح بيه قوي. شايف، عشان تطلع الورقة الحلوة دي كان لازم تاخد وقتها. يوسف كان واقف ولمح نحلة وهي عمالة بتطير من وردة لوردة. وهي بتعمل ايه؟ ردت وقالت له النحلة بتجمع الرحيق شوية شوية وتاخده للخلية، وهناك النحل كله بيشتغل مع بعض لحد ما الرحيق يتحول لعسل. عشان كده طعم العسل حلو قوي. طبعا عشان أخد وقته وصبر. يوسف فهم إن الصبر مش بس انتظار، إنما الصبر معناه إننا نعمل أي حاجة ونستنى نتيجتها وإحنا هاديين. وفجأة ظهر قدام يوسف صندوق سحري، والصندوق اتفتح وطلع منه نور. النجمة قالت له لما تصبر على أي حاجة دي بتكون النتيجة، بيطلع أحلى ما فيها. الصبر مش حاجة صعبة، الصبر بيخلي كل حاجة أحلى. قولولي بقى يا حلوين، انتوا كمان بتصبروا في أي حاجة بتعملوها ولا لأ؟ توتة خلصت الحدوتة.